السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاخدكم في جولة في مكان من أجمل الأماكن الأثرية الموجودة باسكندرية، وهو معبد استرابيوم، أو كما كلنا عارفينه باسم عمود السواري. ناس كتيرة عارفة عمود السواري، لكن أغلب الناس ما تعرفش إن عمود السواري ده جزء من معبد استرابيوم، ولكن أضيف ليه بعد أكتر من مئات السنين في العصر الروماني. وإن المعبد حوالينه لسه فيه تماثيل وأعمدة موجودة، وتحت الأرض فيه بقايا للمعبد، فيه مكتبة وفيه قدس أقداس وفيه مجسم للعجل أبيس ذات نفسه. كل ده موجود في المكان ده. النهاردة هاخدكم في جولة بالفيديو ونحكي عن تاريخ المكان وإيه اللي متبقي منه لحد دلوقتي. منطقة معبد السرابيوم قبل بناء المعبد وقبل مجيء الإسكندر المقدوني نفسه كانت اسمها راكودا، قرية تسمى براكودا، وهي النواة اللي اتبنى عليها مدينة الإسكندرية على إيد الإسكندر الأكبر، وده كان سنة 331 قبل الميلاد. بعد تأسيس مدينة اسكندرية اتسمى المكان بكروبوليس، وهو بمعنى المكان المرتفع عن الأرض اللي بيقوم عليه أهم المعابد والمباني. ومن أهم المعابد اللي اتبنى هو المكان اللي احنا فيه النهاردة، معبد السرابيوم، واللي بيقف فيه شامخ حتى الآن أعلى نصب تذكاري اتبنى في العالم، وهو عمود السواري. معبد السرابيوم اتبنى في عصر البطالمة، في عصر بطليموس الأول. وكما كلنا عارفين إن بعد موت الإسكندر الأكبر ورث تركة ملكه وحكمه الكبيرة الممتدة قواده، ومن ضمن قواده بطليموس الأول اللي كان من نصيبه تركته مصر، وحكم هو ومن بعده كل البطالمة حتى كليوباترا ولحد دخول الرومان إلى مصر. في عصر البطالمة، في عصر بطليموس الأول، اتبنى السرابيوم وكان مخصص لعبادة الإله أبيس. أما بالنسبة لعمود السواري فأضيف بجانب المعبد، ولكن في العصر الروماني. بيصل طول العمود حوالي 27 متر بالقاعدة الخاصة بيه، وهو مصنوع من حجر الجرانيت الأحمر، وأقيم تخليدا للإمبراطور ديكلاديانوس في القرن الثالث الميلادي، وهو آخر الآثار الباقية الكاملة من معبد السرابيوم، واللي بيعتبر أعلى نصب تذكاري في العالم زي ما قلنا. بتعود تسمية العمود بعمود السواري إلى العصر العربي عند دخول المسلمين والعرب لمصر. بيعتقد إن الاسم ده جه نتيجة ارتفاع العمود بين أكتر من 400 عمود آخر أقل منه طولا، وهو بيشبه سواري السفن، عشان كده أطلق عليه العرب عمود السواري بالصاد، والتي حرفت بعد كده إلى عمود السواري بالسين. بجانب عمود السواري في عندنا تمثالين بيشبهوا أبو الهول، هما الاتنين مصنوعين من الجرانيت الوردي على جانب العمود، وبيرجع تاريخهم إلى عصر بطليموس السادس. على واحد منهم موجود نقش صغير كده مكتوب عليه نقش باسم الملك حور محب، وهو ملك من ملوك الأسرة الثامنة عشر في الحضارة المصرية. تحت الأرض بيوجد ممرين. تحت الأرض في ممر على اليمين أول ما تنزل مكتبة بيها فتحات وأماكن كتيرة منحوتة داخل التجويف كان بيتحفظ فيها الكتب. أما الممر التاني اللي على الشمال ففيه قدس الأقداس، مكان للتعبد وتقديم القرابين. يوجد فيه نموذج للعجل أبيس داخل المحراب الخاص به. حوالين العمود بقايا كتير جدا لأعمدة مكسورة ومهدمة، تماثيل لملوك مكسورة، تمثال منحوت من الجعران، لوحات منقوش عليها، حمامات روماني، مسلات صغيرة الحجم. كل ده منتشر حوالين العمود.
المكان مميز جدا فعلا. لو ما شفتش قبل كده المكان ده أنصحكم تروحوا وتقضوا فيه يوم مميز جدا. ودلوقتي أسيبكم تكملوا بقية الزيارة وتستمتعوا بيها زي ما أنا استمتعت، وإن شاء الله في فيديوهات تانية في أماكن أثرية تانية بإذن الله.